السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، دي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم النصر ان تعجبوا منه أهل السماوات والأرض. وصفتنا النهاردة وصفة أكلة شعبية مصرية أصيلة، مفيش بيت مصري ما بيحبهاش، ألا وهي الطعمية. يعني مفيش بيت مصري عندنا ما بيحبش الطعمية. هنعملها النهاردة من الألف للياء، من بداية من العيش لغاية الطعمية وسر نجاح العجينة. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي كيلو من الدقيق، عليه باكت من الخميرة الجافة، معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. وزي كل مرة ما بنقول المية حسب نوع الدقيق، أنا هنا استخدمت كوبايتين ونص من المية. العجينة معانا مفيش غير بس 3 مكونات أساسيين، يعني السكر ده ممكن تحطيه ممكن لأ، بس أنا باحطه لإن بيدّي تيست حلو خالص للعيش. أولًا كمان بيسرّع من عملية خمور العجين. هابتدي كده أنزل بالمَيّة بالتدريج. أنا زي ما قُلت أنا استخدمت كوبايتين ونُص من المَج اللي هو 250 مِللي. هنبتدي هنا في المرحلة دي نستخدم إيدينا ونعجن عجن متواصل لمدة 10 دقايق أو أكتر، على حسب ما تلاقي العجينة معاكِ نعمت وبقت طرية. أولًا أنا مش عايزاها بتلزق، أنا عايزاها ماسكة نفسها علشان نفردها وعلشان العيش يطلع السمك بتاعه حلو وما يتعبنيش في الفرد. يعني أنا عايزاها ما تكونش بتلزق، زي ما أنتم شايفين العجينة هنا متماسكة. افضلي عجني كده لغاية ما تلاقي العجينة بقت ناعمة معاكِ وملمسها طري، طري ولكن مش بيلزق. أهم حاجة ما تلاقيش عجين في إيديكِ وإيديكِ تبقى نضيفة. لو واخدين بالكم إن أنا هنا إيديّا ما فيهاش عجين بيلزق، يعني إيديّا العجين إيديّا زي ما أنتم شايفين كده مش بتلزق. هاغطّي العجينة هنا واسيبها ترتاح لمدة ساعة أو أكتر أو أقل حسب حرارة الجو عندِك. وده شكلها بعد ما اختمرت. تبارك الرحمن ما شاء الله. شايفين؟ متماسكة وفي نفس الوقت يعني ال العجينة مختمرة حلو جدًا. شايفين؟ حتى أنا لمّا بالمّها مش بتلزق في إيدي، وده القوام المطلوب معانا. هنبتدي نقطّع العجينة على كِوَر. أنا عملت 10 كِوَر يعني ب10 ترغيفة من العيش. تمام. ابتدي كوّريهم كده، وعلى صينية مرشوشة بالدقيق أحط عليها كِوَر العجين علشان أبتدي أشتغل في واحدة واحدة، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. هاغطّيهم وابتدي أفرد العجينة. تمام. عندي صينية مرشوشة بالردة علشان أحط عليها العيش. تمام. وعندي طبق من الدقيق هابتدي أحط كورة العجين فيها علشان تسهّل عليَّ فرد العجين. تمام، بالشكل ده. حاولي قدر المستطاع إن الرغيف يطلع مدوّر معاكِ. ابدئي افردي بالشكل ده، والعجينة كل شوية نقلب فيها، زي ما أنتم شايفين أنا بافرد من هنا من الناحية دي وارجع أقلب العجينة وافرد الناحية التانية، علشان يطلع سمك العجين معايا واحد، ما يبقاش من تحت مثلًا العجينة سميكة ومن فوق الوش بتاع الرغيف رفيع أو خفيف. فحاولي إن أنتِ وبتفردي تقلبي العجينة كل شوية. وحاولي ما تضغطيش على العجينة، يعني حاولي إيدِك تكون خفيفة أنتِ وبتنشبي العيش، علشان ما تضغطيش في النُص، علشان لمّا تيجي تسوّي العيش لو أنتِ ضغطتِ عليه في النُص مش هينتفخ العيش معاكِ. تعالوا كده نعمل واحد تاني بالشكل ده. وزي ما قُلت إحنا كل شوية بنقلب العجينة. شايفين السمك بتاعه؟ زي ما قُلت مش سميك ولا رفيع علشان يطلع حجم الرغيف حلو معانا. عندي طاسة سخنة. تمام. مسخّناها الأول على نار عالية. شايفين العيش ابتدى يرتفع معايا إزاي؟ بعد كده هابتدي يعني أخلّي النار على الوسط. شايفين أنا باحط المعلقة على طرف الرغيف ضغطة خفيفة كده علشان كلّه يرتفع مرّة واحدة. شايفين ما شاء الله. تمام. ده العيش بعد ما خلّصنا بقى كل الكمية. ما شاء الله يا جماعة طري جدًا وشايفين اللون بتاعه. بس أهم حاجة زي ما قُلت خلّي بالِك منّه على البوتاجاز. شايفين؟ الطبقة من فوق ومن تحت الاتنين السمك بتاع العيش واحد وطري جدًا. هافتح معاكم واحد تاني. شايفين طري إزاي؟ أهو هنفتح مع بعض واحد تاني. طري جدًا وما شاء الله.
يعني وشايفين الخمور بتاعه ما شاء الله، شايفين الفراغات دي تدل على إن العجينة كانت ناجحة. تعالوا بقى نحضّر عجينة الطعمية. عندي كزبرة خضرا، عندي 3 بصلات بحجم متوسط، وعندي فص توم صغير، تمام، عندي كوباية منقوعة من الحمص، وكوباية من منقوع الفول المدشوش. أنا نقعاهم من بالليل وغسلتهم كويس، وهابدأ أنزّلهم في الكبة بتاعتي، تمام، هانزّل كل المكونات دي مع بعض هنضرب كل المكونات دي في الكبة زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هاضيف لها مَيّة. أنا ضِفت ربع كوباية من المَيّة علشان تسهّل معايا ضرب المكونات دي، وفي نفس الوقت بتخلّي عجينة الطعمية ناعمة جدًا معايا وليها فوم. يعني سر الطعمية بتاعة برّه إن هي بيضربوها كتير لغاية ما بتعمل كده فوم، وبتبقى يعني داخل لها هوا كتير، فده اللي بيخلّيها هشة وخفيفة. بعد كده أنا حطيتهم في بولة بعد ما اتضربوا، ونعّمتهم بزيادة بالهاند بلندر علشان تدّينا النتيجة اللي إحنا بنشوفها في العجينة بتاعة برّه. هُم بيفضلوا يضربوا فيها كتير كده علشان تبقى ناعمة وسايلة معاهم، وبتبقى سبحان الله يعني. هي طبعًا حاجة برّه لازم يعني يكون ليها طعم علشان ده رزق سبحان الله يعني. أنا بعد ما خلّصت كده العجينة، شايفين ما شاء الله ناعمة إزاي؟ أنا هاقسم العجينة هنا، تمام، علشان هاشيل منها في الفريزر. يعني أنتِ تقدري تستخدميها في الفريزر، تستخدميها في أي وقت أنتِ عايزاه. شايفين بالشكل ده؟ حطيها في كيس تلاجة ودخّليها الفريزر. تعالوا بقى نتبّل العجينة. عندي معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو الكربوناتو، أو مش عارفة في البلاد التانية بيتسمى إيه. وهاقلّب كل المكونات بالشكل ده. قلّبي كويس. العجينة اللهم بارك ناعمة جدًا معايا، وأظن إنه واضح قدّامكم في الكاميرا، تمام. تعالوا بقى نحمّرها. شايفين أنا في شوية عملتهم سادة، وفي شوية أنا حطيت لهم سمسم. طبعًا إحنا كلّنا شطّار وبنعرف ندوّر الطعمية حلو. ودي بقى نهاية الطعمية. ما شاء الله يا جماعة اللهم بارك، فظيعة وطعمها جميل جدًا وخفيفة وهشة. عملت معاها بطاطس محمّرة وسلطة، عملت فلفل مقلي، وطبعًا معانا العيش اللي عملناه في بداية الفيديو. ما شاء الله كانت أكلة كاملة متكاملة، الكل بيحبها. الشعب العربي عامةً كلّه بيحب الأكلة دي، ما فيش بيت مصري أو بيت عربي ما بيحبش الأكلة دي. قولوا لي في الكومنتات بتحبوها بنسبة كام في المِيّة؟ ولو كنتم وصلتوا معايا لنهاية الفيديو ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرًا تعجب منه أهل السماوات والأرض. أسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم.